السلام عليكم. بيبدأ المسلسل بمجموعة من الأطفال بيلعبوا لعبة بيسموها الحبار. اتسمت كده لأن تشكيلها في الأرض بيشبه الحبار، وبيتقسم اللاعبين لفريقين، فريق الهجوم وفريق الدفاع. فريق الدفاع بيكون موجود داخل الرسمة ومسموح له يتحرك على رجليه الاتنين، مهمته بس يمنع فريق الهجوم من الدخول، وبيحاول فريق الهجوم يدخل جوه الرسمة. لو المدافع عرف يطرد المهاجم بره الرسمة بيموت المهاجم وما بيكملش لعب تاني. ولو حد من فريق الهجوم اخترق رسمة الحبار وداس على نقطة التمركز اللي جواها، وقتها بيقدر يتحرك على رجليه الاتنين وبيسموه المفتش السري، وبعدها بيقدر يجمع فريقه عند مدخل الرسمة. وبتكون مهمته ان اي حد منهم يتخطى المدافعين ويوصل لراس الحبار، ساعتها بيقول بأعلى صوت انا كسبت، وهي دي اللعبة. واللي فاز اسمه سيونج، دلوقتي بقى عنده 47 سنة، لكنه عاطل وفاشل في حياته، استغنوا عنه في الشغل وبيسرق بطاقة الائتمان بتاعة أمه علشان يسحب منها فلوس. ولما عرفت أمه إنه بيسرقها غيرت كلمة السر، وبعد محاولات كتير بيحط عيد ميلاد بنته وبينجح إنه يسحب الفلوس وبيروح يراهن بيها على سباق خيل. والأول مرة بيكسب فلوس بسرعة وبيروح يدي لموظفة الاستقبال إكرامية، وبيكون في ناس مديناه بيستنوه وبيهرب منهم. أول ما بيشوفهم وهو بيجري بيخبط في بنت نشالة بتسرق كل الفلوس اللي معاه، وبيلاقوه الديانة وبيضربوه وبيجبروه انه يمضي على التنازل عن اعضائه، لو ما سددش ديونه اخر الشهر هياخدوا كليته وعين من عيونه. وبعدها بيرجع لموظفة الاستقبال علشان ياخد الاكرامية اللي سابها لها، وبيروح يجيب لعب لبنته علشان عيد ميلادها عن طريق لعبة صيد الهدايا في الملاهي، وبيساعده طفل صغير انه يختار وبيكسب صندوق مقفول، وبيروح يقابل بنته بعد ما طلق امها واتجوزت واحد تاني وبيديلها الهدية اللي جابها لها. ولسوء حظه بتكون ولاعة على شكل مسدس بياخدها منها علشان ما تأذيش نفسها، وبيوعدها انه هيعوضها لها في عيد ميلادها الجاي. والبنت بتكون عاوزة تحكي له حاجة بس ما بتقولش. بعدها بيروح يوصل بنته لأمها وبيمشي، وبيوصل محطة القطر علشان يروح بيته، وبيجي راجل يقعد جنبه وبيعرض عليه يلعب معاه لعبة، وهي عبارة عن كارتين ورق على شكل مربع، واحد بيتحط على الأرض والتاني بيتحدف عليه، ولو المربع اللي على الأرض اتقلب يبقى كسب، ولو ما اتحركش يبقى كده خسر. وفي كل مرة بيكسب فيها هيديله 100,000 وون العملة الكورية، ولو خسر هيديله سيونج 100,000، وبيخلي سيونج يلعب الأول لكنه ما بيعرفش، والراجل اللي معاه بيلعب بعده بيقلبها وبيفوز. وسيونج ما بيكونش معاه فلوس يدفعله فبيضربه بالقلم وبيقوله كده مش عاوز فلوس، لكن سيونج بيطلب منه يكمل لعب وبيفضل يتغلب، وكل مرة الراجل بيضربه بالقلم، وبعد محاولات أخيرا بيكسب والراجل بيدوله الفلوس فعلا. والراجل بيقوله انت تقدر تكسب اضعاف الفلوس دي لو شاركت معانا في لعبة شبه اللي لعبناها لمدة اسبوع، وبيدي الكارت بتاعه لسيونج وبيمشي. ولما بيرجع البيت بيكون فرحان بالفلوس اللي كسبها، وامه بتقوله ان مراته الاولى وجوزها هياخدوا بنته ويسافروا امريكا لان جوز طليقته جاله شغل في امريكا، وبنته مرضتش تقوله علشان ما يزعلش. وبتقوله لما سألت المحامي قال لي انك تقدر تاخدها تربيها لو كنت معاك فلوس تصرف عليها. وقبل ما بينام بيقعد يفكر في الكارت اللي سابهوله الراجل في المحطة، وبيتصل بالرقم وبيردوا عليه. وسيونج بيقوله انه موافق يشارك معاهم في اللعبة، فبيروح يستنى في المكان اللي حددوه، وبتقف عربية واللي سايقها لابس قناع، فبيسأله عن كلمة السر اللي بلغوا بيها في التليفون، فبيقوله إشارة حمراء إشارة خضراء. ولما بيدخل العربية بيلاقي ناس تانية نايمة، وبعدها العربية بتتملي غاز منوم وبيروح في النوم، لكن السواق ما بينامش لأنه لابس قناع. ولما بيفوق سيونج بيلاقي نفسه في مكان غريب مليان سراير وعليها ناس نايمة وبيفوقوا كلهم في وقت واحد، وبيكون المكان مليان كاميرات ومتراقبين، وكل اللي في المكان لابسين زي بعض. وسيونج بيلاقي على لبسه رقم 456 وفي شاشة بتعرض عدد الموجودين، وبيعرف انه آخر واحد في المجموعة. وبيتعرف على راجل عجوز، وسينج بيقوله ايه اللي جابك هنا في السن ده. الراجل العجوز بيقوله انه عنده ورم في المخ وايامه في الدنيا معدودة فمش فارقة معاه. وبيكون في واحد بلطجي بيضرب في بنت كانت شغالة معاه وهربت منه علشان تشتغل لحسابها. ولما بيشوفها سيونج بيعرفها لانها النشالة اللي سرقته في المكان اللي كان فيه سباق الخيل، وبيروح يضربها وبيسألها عن فلوسه. وفي نفس الوقت بتفتح البوابة وبيدخل مجموعة لابسين بدل حمراء واقناع موحدة مرسوم عليها دواير، والقائد القناع بتاعه مرسوم عليه مربع. وبيرحب بيهم وبيقول لهم انهم هيشاركوا في 6 ألعاب على مدار اسبوع، والجايزة هتكون كبيرة جدا، وممنوع يكشفوا وشهم حفاظا على سرية اللعبة، وحاجاتهم الشخصية هترجع لهم لما يخلصوا لعب. وفي واحد من المشتركين بيقوله انه مش مصدقهم ولا واثق فيهم، والقائد بيقوله كل اللي في اللعبة مديونين وتصوروا وهما بيلعبوا وكلهم هنا بإرادتهم لما اتصلوا بالرقم اللي على الكارت. وبيقول لهم ان في 3 بنود للعبة. اول واحد محدش يقدر يوقف اللعبة مهما حصل، التاني اي واحد هيوقف لعب هيتم اقصائه، اما التالت ان ممكن الالعاب تقف لو الاغلبية صوتوا على وقفها.
ومسموح لأي واحد ينسحب قبل ما يمضوا العقد، وفي واحد بيسأله عن قيمة الجايزة فبتنزل حصالة فاضية وبيقول لهم هيعلنوا عن المبلغ بعد اللعبة الأولى. وبعد ما كلهم بيمضوا العقد بيروحوا للقاعة الأولى للعب، وصورهم بتظهر عند قائد اللعبة، وبيدخل المشتركين قاعة اللعب، وسيونج بيشوف صاحبه سانج اللي مفهمه انه مسافر برا يشتغل، لكنه بيكون هارب من ديونه. والقائد بيؤمر ببدء اللعبة وبيراقبهم من الشاشة، وبيكون آخر القاعة عروسة وقدامها شريط معناه خط النهاية، والعروسة بتغني وبتديلهم ظهرها. في الوقت ده هيجروا ناحية الخط، ولما بتوقف غنى بتدور وشها للعيبة. في الوقت ده لازم يثبتوا، واللي بتلمحه العروسة بيتحرك هيتم إقصائه. ومدة اللعبة 5 دقايق، والمشتركين ابتدوا يجروا، وأول ما العروسة وقفت غنى شافت واحد بيتحرك، واللاعبين سمعوا صوت رصاص. اللاعب وقع على الأرض، وصاحبه راحوا يشوفوا لقاه مات وجري واتضرب هو كمان. في الوقت ده اللاعبين بيخافوا وبيطلعوا يجروا، والعروسة بيكون في عينيها استشعار للحركة متوصلة برشاشات أوتوماتيكية وبتقدر تقتل أي حد بيتحرك. والقائد قاعد يراقب اللي بيحصل، والمكان اتملى دم وبقى مجزرة، وباقي اللاعبين اللي فضلوا مرعوبين بيكملوا لعب. وأول واحد بيبدأ الراجل العجوز. سيونج بيدوس على واحد وبيقع، لكن في واحد اسمه علي بيمسكه وبينقذه، وبيعدوا الخط قبل انتهاء المدة، واللي ما قدروش يوصلوا قبل المدة بيتقتلوا كلهم، وبيكون مكانهم في جزيرة وسط البحر. وكل اللي اتقتلوا بيحرقوهم حتى اللي لسه فيه الروح، واللي نجوا من الموت قاعدين مصدومين من بعد اللي شافوه. وبيدخل فريق العمل وبيقول لهم انهم بقيوا 201 لاعب بس، ومات 255 لاعب، واللاعبين بيترجوا الفريق يسيبوهم يمشوا. لكن المقنع بيقول لهم الشرط التاني بيقول ان اي لاعب يوقف اللعبة هيتم اقصائه. وسانج بيرد وبيقول له ان الشرط التالت بيقول ان اللعبة تنتهي لو الاغلبية صوتت بكده. فالمقنع بيوافق، بس لازم الاول يشوفوا الجائزة اللي هتتحط في الحصالة، وبيلاقوا فلوس كتير جدا في الحصالة. بيقول لهم ان اللي ماتوا 255، وقصاد كل واحد مات 100 مليون وون. ومجموع الفلوس بتاعة اللعبة الأولى اتحطت في الحصالة، والجائزة دلوقتي بقت 25 مليار و500 مليون وون. ولو وقفوا اللعب الفلوس هتروح لأهالي اللي ماتوا، وهم هيرجعوا بيوتهم من غير فلوس خالص، وبيكون باين على الأغلبية طمعانين في الفلوس. والجائزة النهائية هتكون 45 مليار و500 مليون وون. بعدها بيبدأوا يصوتوا على انتهاء اللعب، الزر الأحمر معناه انتهاء والأخضر استمرار. لما بيخلصوا تصويت بتكون الأصوات متساوية، وفاضل العجوز آخر واحد بيصوت وبيدوس على انتهاء. والمقنع بيقول لهم كده الألعاب انتهت، يقدروا يروحوا، لكن في فرصة يشاركوا مرة تانية. بيرموهم في أماكن مختلفة، وسيونج بيروح على اسم الشرطة وبيحكي لهم اللي حصل، والضابط بيتصل بالرقم اللي على الكارت. ولما الضابط بيتصل بترد واحدة وبتهزقه انه اتصل في وقت متأخر. بيكون واقف ضابط اسمه يانج شاف كل اللي حصل، وبيرمي سيونج بعد كده بره الاسم. وسيونج بيعرف ان امه اتنقلت للمستشفى، والدكتور هناك بيقوله ان امه حالتها خطيره بسبب السكر وممكن يعملوا بتر لرجلها، وبتخرج من المستشفى لان مش معاها فلوس. سيونج صرف فلوسها كلها، فبيقولها سيونج انه مش هيرجع الا لما يجيب فلوس معاه. وبنشوف الضابط هوانج اللي بيفكر في اخوه اللي اختفى من فتره، فبيقرر يروح له البيت اللي قاعد فيه. وصاحبه البيت بتقوله بقاله فتره مختفي وبطل يدفع الايجار، وبيطلب منها يدخل اوضته. وبيلاقي كارت اللعبة في أوضة أخوه، وبعدها بيرجع الاسم وبياخد عنوان بيت سيونج. بعدها بنشوف علي وهو بيتخانق مع مديره علشان ما قبضوش 6 شهور اشتغلهم قبل كده، وهما بيتخانقوا المكنة بتسحب ايد مديره، وعلي بياخد الفلوس وبيجري. وبعدها بنشوف كانج النشالة أخوها الصغير بيكون في ملجأ ومش عارفة تعيشه معاهم بسبب فقرهم. وسانج بيكون قايل لأمه إنه شغال في أمريكا وبتكون فخورة بيه، لكن بيجيلها 2 محققين بيسألوا عنه بسبب تهم اختلاس وتزوير وتهم تانية كتير، وبتعرف ان ابنها نصاب وبيكذب عليها. وبعدها سانج بيحاول ينتحر، لكن الباب بيخبط وبيلاقي كارت اللعبة تحت الباب. وسيونج بيفضل يدور على شغل بس ما بيلاقيش، وبعدها بيقابل العجوز وبيقوله انه قرر يرجع اللعبة تاني لان حياته بره عذاب. وسيونج بيروح يستلم فلوس علشان يعالج امه، لكن طليقته بتزعقله وبتقوله مش معاها. وبيوصل جوزها ومعاه البنت، وبتقوله انه كان جاي علشان يشوف بنته. ولما بيمشي سيونج بينزل وراه جوز طليقته وبيديله مبلغ وبيترجاه يبعد عنهم، وسيونج بيضربه وبنته بتشوف اللي حصل. وبيروح سيونج وبيشوف الضابط هيانج بيقوله عاوزك تساعدني الاقي اخويا، لانه لقى في اوضته نفس الكارت اللي كان مع سيونج، لكنه بيرفض وبيقوله مش فاضي اساعد حد دلوقتي. ولما بيفتح الباب بيلاقي كارت اللعب على الباب، وكل اللي سابوا اللعبة وصلتهم كروت من تاني واقفين مستنيين في نفس الأماكن. وبتوصل عربية اللعبة وبيركبوا واحد ورا التاني، والضابط هوانج مراقب العربية علشان يوصل لأخوه.
وكانج النشالة بتكتم نفسها علشان ما تستنشقش المنوم، والعربيات بتوصل المينا علشان يشحنوها على سفن توصلهم للجزيرة، وهانج بيستخبى تحت عربية وبيدخل معاهم، والعمال المقنعين بيتأكدوا من هويات اللاعبين عن طريق مسحة على شريحة ورا ودنهم. وهوانج بيقتل مقنع منهم وبيلبس لبسه وبياخد محفظته وبيرميه بعد كده في البحر، وبيبقى ضمن فريق اللعبة. وكانج النشالة فايقة وبتخبي السكينة بتاعتها منهم، وبعدها بيصحوا كل اللاعبين بنفس اللبس والأرقام، وعددهم 187 لاعب، والجايزة قيمتها 26 مليار و900 مليون وون. وسيونج بيقابل سانج وعلي وبيكونوا فريق علشان يساعدوا بعض، والعجوز بيطلب ينضم معاهم، والبلطجي كمان بيعمل زيهم وبيوزعوا عليهم الغدا بعد كده وبيناموا. والضابط هوانج بيروح لغرفة اللي قتله ورقمه كان 29، والعامل اللي جنبه بيبصله وهو مستغرب. البنت رقم 212 بتقعد تزعق انها عاوزة تدخل الحمام، وكانج كمان بتروح معاها. وبتروح كانج تفتح غطا التهوية بالسكينة، وبتتفق مع رقم 212 انها تساعدها، وكانج بتدخل من فتحات التهوية لحد ما بتوصل فوق المطبخ، وبتلاقي العمال بيدوبوا في سكر بكميات كبيرة، وبتحكي رقم 212 على اللي شافته، وسانج بيكون سامعهم. وبعدها بنشوف هوانج في اوضته بيبعت لرئيسه بيحكيله عن كل اللي عرفه في اللعبة، وبيسمع رقم 28 اللي جنبه بيكح بطريقة غريبة. وتاني يوم بيوزعوا عليهم وجبة الفطار، وبعد ما بيفطروا بيستعدوا علشان اللعبة التانية. واللاعب رقم 111 بيكون مبعوت له رسالة في الأكل بتاعه عن اسم اللعبة اللي هيلعبوها. وبيوصلوا اللاعبين لقاعة اللعب، وسانج بيقول لكانج انه سمعها لما كانت بتحكي عن اللي شافته في المطبخ، وقالت له انها شافتهم بيدوبوا السكر بس. وبيوصلوا لقاعة اللعب وقدامهم 4 بوابات، على كل بوابة مرسوم شكل، وسانج بيفتكر الاشكال دي لما كانت بتتحفر بالسكر وكان بياكلها زمان وهو صغير، وابتدى يفهم اللعبة. وبعد كده بيطلبوا من اللاعبين يختاروا شكل ويقفوا عنده، وسيونج بيسأل سانج هيروح لأنهي شكل، لكنه بيخبي عليهم انه عارف اللعبة، وبيقول لهم الأحسن تختاروا أشكال مختلفة أحسن ما نموت كلنا. وكانج بتراقب سانج هيختار ايه وبتروح وراه. بعد كده بيفتحوا البوابات وبيوزعوا علب عليهم، ولما بيفتحوها بيلاقوا قرص عسل مرسوم عليه نفس الرسمة اللي كانت على البوابة، ومطلوب منهم انهم يخرجوا الرسمة من القرص بالإبرة من غير ما الشكل يتكسر. وسيونج بيكون اختار أصعب شكل وهو الشمسية، وبتبدأ اللعبة مدتها 10 دقايق. اللاعب اللي بيبوظ الشكل بيتقتل على طول، واللي بينجح في اللعبة بيخرج من المكان. وسيونج بيعرق من الخوف، فبيشوف ان المية اللي بتنزل منه بتدوب العسل بسرعة، وبيبدأ يبل القرص بلسانه. وبعد كده بنروح للعيبة رقم 212، بتقدر تفصل الشكل بتاعها بالولاعة، وبترمي الولاعة للبلطجي اللي معاها علشان تساعده. وباقي اللاعبين بيشوفوا سيونج وبيقلدوه، وبينجح في آخر لحظة وبيقتلوا اللي فشلوا. لكن في لاعب قبل ما بيتقتل بيهجم على العميل وبياخد مسدسه وبيخليه يشيل القناع، ولما بيلاقيه شاب صغير ما بيقدرش يموته وبيقتل نفسه. وبيجي قائد اللعبة وبيقتل الشاب ده اللي قلع القناع، وبيقول لهم ان اي حد هويته هتتعرف هيتقتل فورا. وبيوصل اللاعبين لغرفة النوم، والحصالة بتبدأ تتملي فلوس من ال79 اللي ماتوا. الجايزة بعدها بتوصل 34 مليار و800 مليون وون، وبيوزعوا لهم الوجبات، والبلطجي واللي معاه بياخدوا 5 وجبات زيادة. واحدة بتشاور عليه وبتقول ان هو ده اللي خد اكلهم، وبيجي واحد من الاشخاص اللي ما خدوش وجبات بيتخانق معاه، والبلطجي بيضرب فيه لحد ما بيموت. وسيونج بيفضل يزعق وينادي ان حد يجي يساعده، لكن بيلاقوا الحصالة الفلوس اللي فيها بتزيد، والجائزة زادت 100 مليون وون بسبب الراجل اللي مات. وبنشوف الضابط هوانج اخد قناع العميل اللي مات، وبيكون رتبته اعلى، وبيبدأ هو يديلهم الاوامر. وبيكون في عملية بيع أعضاء بتحصل في السر بمساعدة دكتور من اللاعبين رقمه 111، في مقابل إنهم يعرفوه اللعبة الجاية ويدوله أكل زيادة. وسيونج وفريقه بيكونوا خايفين من اللي حصل وإنهم يتقتلوا، فبيقرروا يفضلوا صاحيين. والدكتور بيعرف من المقنعين إن القائد هو اللي طلب يقلل أكل اللاعبين علشان تحصل خناقة ويتخلصوا من الضعفاء قبل اللعبة الجاية. والدكتور بيروح ينضم لفريق البلطجي في مقابل يعرفوا اللعبة. ولما بيجي وقت النوم بيطفوا النور. البلطجي بيقتل اللاعبين اللي قالوله خد أكلهم، وبيقتلهم بالإزازة المكسورة اللي معاه. وبتحصل فوضى في المكان وبتزيد عدد المقتولين، والعجوز بيقف على السرير وبيقول لهم كده كلنا هنموت. القائد بعد كده بيؤمر الفريق يدخل ويوقف الفوضى اللي حصلت. والضابط هوانج موجود من ضمن الفريق، وبيسأل سيونج لو كان يعرف لاعب اسمه أنهم أخوه اللي جاي يدور عليه، فسيونج بيقوله إن محدش فيهم يعرف اسم التاني.
وبعدها سيونج بيتعرف على الفريق بتاعه، بيبدأوا يقولوا أسمائهم الحقيقية لبعض. العجوز مش بيفتكر اسمه فسيونج مش بيرضى يضغط عليه. بعدها عدد اللاعبين بيوصلوا 80 لاعب، وهانج بيكون في أوضته وبيسمع رقم 28 اللي جنبه بيكح بطريقة غريبة، فبيعرف إنها رسالة بشفرة عن طريق الكحة. وتاني يوم بيطلبوا من اللاعبين يروحوا لقاعة اللعب، وبيقولوا لهم اللعبة الجاية جماعية ولازم يقسموا نفسهم 8 مجموعات، كل مجموعة 10 لاعبين. وسيونج واللي معاه بيحاولوا يكملوا فريقهم الرجالة علشان لو اللعبة محتاجة قوة يبقوا مستعدين. والقائد بيكون مراقبهم من ورا الشاشة، والبلطجي طبعا بيكون جمع فريقه كله رجالة بس لأنه عرف ايه هي اللعبة. البنت رقم 212 بتترجاه تنضم ليهم، فبيقول لها فريقي كامل وبيغدر بيها وبيضربها قدامهم، وبتقوله ان موته هيكون على ايديها لأنها كانت حبيبته. بنرجع لفريق سيونج، بيوصل ل9 لاعبين، وبتروح رقم 212 علشان تنضم معاهم عافية كده. ولما بيفتحوا البوابات بيعرفوا ان اللعبة هي شد الحبل من مكان عالي جدا، وسيونج فريقه بيعرفوا ان نهايتهم قربت لان فريقهم ضعيف جدا. وبتبدأ الجرعة، وأول فريق هو البلطجي قصاد فريق ضعيف، وبيكسبوهم بسهولة، وبيقع الفريق التاني وبيموتوا. وبيكون الدور على فريق سيونج اللي حظهم بيقع مع فريق كله رجالة، وبيكونوا مرعوبين. لكن العجوز بيقول لهم ان لعبة شد الحبل مش بتعتمد على القوة بس، وهيقول لهم على طريقة لو لعبوا بيها هيقدروا يفوزوا بكل سهولة، وهي ان قائد الفريق في اول الحبل ما يبينش ضعفه للخصم وخلاهم يقفوا بطريقة معينة. واهم حاجة اول 10 ثواني يدافعوا بس لحد ما الفريق المنافس يتعب، ساعتها يبدأوا يسحبوا. بيبدأوا اللعب وفريق سيونج بيقرب يكسب، لكن مرة واحدة بتتقلب الموازين والفريق التاني بيلعب أحسن. وسانج بيقول لهم إنهم يجروا 3 خطوات بسرعة ناحية الفريق التاني وبينفذوا كلامه، والفريق التاني بيقع على الأرض، وفريق سيونج بيسحبهم لحد ما بيقعوا وبيموتوا. وبكده فريق سيونج بيكون فاز، وبتخلص اللعبة وبيرجعوا بعد كده لقاعة النوم. والبنت رقم 212 بتبص للبلطجي وبتغيظه، وعدد اللاعبين بيوصل 40 لاعب، والجايزة بقت 41 مليار و600 مليون وون. وقبل النوم بيبدأ اللاعبين يعملوا حواجز في سرايرهم لأنهم مبقوش يثقوا في بعض. والبلطجي بيروح لسيونج وبيقول له ما تفكرش انكم كده هتحموا نفسكم. فسيونج بيقول له انا لو مكانك هخاف من البلطجيه اللي معايا لانهم ممكن يقتلوك انت الاول. وبيبان على وشه الخوف، وبيسأل عن الدكتور وبيقولوا له راح الحمام. وبنشوف اللعيبة رقم 212 بتنضم لفريق سيونج، وبتعرفهم انها اسمها هان مي. بيتفقوا انهم يعملوا حراسة وهم نايمين، وسانج وعلي هم اول 2 بيسهروا علشان يحموا باقي الفريق. وعلي بيدي سانج اكله اللي كان شايله لانه ساعده قبل كده واداله فلوس. وبنشوف الدكتور مع المقنعين اللي بيبيعوا الاعضاء، وفي واحد بيداري عليهم وبيمسح صورهم من الكاميرات. والمقنع رقم 29 اللي الضابط سرق لبسه شغال معاهم في تجارة الاعضاء، وبيعرف عن طريق المقنع رقم 28 لما بعت له رسالة علشان يروح معاهم عن طريق الكحة. وهوانج بيفهم رسالته وبيروح معاهم وبيشوف اللي بيحصل، والدكتور بيشرح في الجثث. وهوانج بيسمع المقنعين بيحكوا عن لاعب وهما بياخدوا أعضائه كان لسه عايش ولقيوا عنده كلية واحدة بس. فهوانج سألهم عملتوا فيه ايه بعدها؟ المقنع قال له قتلناه طبعا. وبيطلبوا من الرقم 28 وهوانج يغوصوا بالأعضاء اللي خدوها ويوصلوها برا الجزيرة للمشتريين. ورقم 28 بيشك فيه بسبب صوته المختلف ومعلوماته الغلط، وبيهدده ويقلع القناع. وهوانج بيخلع القناع وبيقوله الشخص اللي كان بكلية واحدة وقتلتوه يبقى أخويا لأنه اتبرع لي بالكلية التانية. بس الرقم 28 بيقوله ان اللي حكوا عنها دي كانت واحدة ست، وبيقوله لو عاوز تدور على اخوك ممكن تراجع سجلات اللاعبين اللي شاركوا من وقت ما بدأت اللعبة وهتلاقيها موجودة في غرفة القائد. وبعد كده بيقتله هوانج. وبنروح للدكتور بعد ما بيخلص بيسأل المقنعين عن اللعبة الجاية، فبيقولوا له لسه معرفناش. فالدكتور بيحس انهم بيكذبوا عليه فبيقتل واحد منهم وبيهرب، وبيروح وراه المقنع التاني وبيقلع القناع علشان يهديه قبل ما يتكشفوا. وقبل ما بيقتله القائد بيروح يقتل المقنع، وبعد كده بيقتل الدكتور. وبيعرف ان الغواصة لسه ما سابتش الجزيرة لان معدات الغطس كاملة، وبيأمرهم يدوروا عليه. وبيروح المقنعين يدوروا على هوانج، وهوانج بيكون في غرفة القائد بيدور على اسم اخوه لكن ما بيلاقوهوش. وبيشوف صورة صندوق شكله مختلف بيكون فيه اسم الفايزين، وبيكون واحد بس في اللعبة هو اللي بيفوز والباقي كله بيموت.
وأول لعبة بدأت كانت سنة 1988، وأخوه هو اللي فاز باللعبة دي في 2015، واسمه كان موجود ضمن اللاعبين في السنة دي. وبعدها بتبدأ اللعبة الرابعة، وبيتصدموا لما بيشوفوا 4 أشخاص مقتولين ومتعلقين ومعاهم الدكتور، وبيقولوا لهم إن ده جزاء أي حد يعكس قواعد اللعبة. وبيطلبوا من اللاعبين ان كل لاعب يختار شريك واحد بس يلعب معاه، لان اللعبة هتكون مكونة من شخصين، وسانج بياخد علي يلعب معاه، وسيونج ما بيلاقيش حد لان بعد موت الدكتور بيبقوا 39، يعني هيفضل لاعب لوحده. وبيروح سيونج ياخد العجوز لان محدش راضي يختاره لانه كبير في السن، وهتفضل هان مي بعد كده لوحدها، وبيجي فريق اللعبة وبياخدها. وبيدخل اللاعبين ساحة اللعب، وبتكون مصممة على شكل أحياء شعبية، والعجوز بيقول لسيونج ان ده شبه الحي اللي كنت عايش فيه. وبعد كده بيوزعوا على اللاعبين كيس فيه 10 بليات، والعجوز بيقول لسيونج انك اعز اصدقائي، وبيتفقوا مع بعض انهم يكسبوا باقي الفرق. وبيتفاجئوا لما بيلاقوا شروط اللعبة ان كل واحد هيلاعب شريكه اي لعبة يختاروها، بس اللي هيقدر يخسر شريكه في خلال نص ساعة بدون عنف يبقى هو اللي فاز وشريكه هيتقتل. وبيبدأ كل اتنين يحددوا اللعبة اللي هيلعبوها، والأغلبية بيختاروا المراهنة على عدد الحبات اللي مع الشخص التاني. والعجوز بيقعد يتمشى وبيتفرج على البيوت، وعلي بيخسر سانج كل البلي اللي معاه. وسيونج بيقعد يتخانق مع العجوز انهم لازم يبدأوا لعب والا هيموتوهم هما الاتنين، وفي الاخر بيوافق العجوز انه يلعب. وسانج بيتهم علي بالخداع، وبيحاول يقنع في علي انهم لو خرجوا متعادلين مش هيقدروا يموتوهم. وبيطلب من علي ما يسلمش البلي بتاعه دلوقتي، وبيقوله تعالى ندور على فريق ضعيف نلعبه، وبيقول لعلي يعلق البلي في رقبته احسن يتسرق منه، وبيقطع القميص بتاعه وبيبدل الكيس بتاعه مع كيس علي. وبنروح لسيونج وبنشوفه هو كمان بيستغل العجوز والزهايمر اللي عنده وبيغشه في اللعب. وسيانج بيسلم البلي اللي بدله مع علي وبيخرج من القاعة، ولما بيشوفوا علي وهو خارج بيكتشف ان سانج ضحك عليه وبدل الكيس بتاعه بكيس زلط، وبيجي الحارس بعد كده يقتل علي. وكانج بتلاعب بنت تانية، والبنت اللي معاها بتخسر نفسها لما بتحكي لها كانج عن اخوها اللي مستنيها بره، وبيجي مقنع وبيقتلها. وبعد كده بنشوف الراجل العجوز بتفضل معاه بلية واحدة بس، وبيسيب اللعبة وبيقعد يتمشى وبيحكي مع سيونج عن حياته. وبعدها بيعرف ان سيونج ضحك عليه هو كمان، وبيشكره انه فضل معاه للاخر. وبعد كده بيسلموا اخر بلية معاه، وبيجي حارس يموت الراجل العجوز وبتخلص اللعبة بعد كده. ولما بيرجعوا اللاعبين لغرفتهم البلطجي بيتصدم لما بيشوف هان مي لسه عايشة وما موتهاش لان ملقتش حد يلعب معاها، والمشتركين بقى عددهم 17، والجايزة قيمتها 43 مليار و900 مليون وون. وبيوصل اتصال للقائد بيقوله ان المضيف مستني وصول الشخصيات المهمة، وعرف ان الضابط لسه موجود في المكان لانه كان حاطط سماعة التليفون ومكانها اتغير، وبيقعد يدور على هوانج، لكن بيوصلوا اتصال انهم عثروا على جثة رقم 29 اللي قتل هوانج في الاول ورماه البحر. وبيسيب الأوضة وبيروح علشان يشوف الجثة، وبيشوف الكارنيه اللي حطه هوانج في جيب المقنع. وبعدها بيروح عشان يستقبل الشخصيات المهمة اللي وصلت، وبيكونوا لابسين قناع علشان محدش يعرفهم، والقائد بيرحب بيهم وبيعتذر لهم لأن المضيف مش هيقدر يستقبلهم. وهوانج بيكون لسه مستخبي، والضيوف بيبان انهم رجال اعمال مشهورين، ولعبة الحبار اتعملت مخصوص علشان تسليهم، وكانوا متابعين الالعاب اللي فاتت من شاشات في بيوتهم، وكل واحد بيراهن مين اللي هيكسب من اللاعبين، وبيوصلوا في اخر كام لعبة علشان يشوفوها قدام عينيهم. وبيروحوا يستريحوا لحد اللعبة ما بتبدأ، وهوانج بيلبس لبس النادل بعد ما ضربوا كتفه، وبيظبط تليفونه انه يصورهم فيديو بيخبيه في الكم. ولما بيصحوا اللاعبين بيلاقوا لاعب انتحر بعد ما مراته ماتت وهي بتلعب معاه البلي. والفلوس بتزيد وبتوصل 44 مليون وون، وعددهم بقى 16، وبيروحوا علشان يبدأوا اللعبة الخامسة، وبيطلبوا منهم ان كل واحد يختار رقم من 1 ل16، والارقام بتكون محطوطة على تماثيل، وبيبدأوا يختاروا الارقام اللي في النص. والقائد بيقول لهم الارقام دي ترتيبهم في اللعبة، وبيقعد رقم 1 ورقم 16، والسيونج محتار يختار انهي رقم فيهم، لان رقم 1 هو اللي هيبدأ اللعبة ومش هيكون لسه فهمها كويس، ورقم 16 اخر واحد وممكن المدة تخلص قبل ما يخلص اللعبة. ولما سيونج بيختار رقم 1 بيجي لاعب بيطلب انه ياخد هو رقم 1 لانه فاشل ونفسه يبقى رقم 1 مرة واحدة في حياته، وسيونج بيسيبهوله وبيختار رقم 16. واللعبة عبارة عن جسر عالي، والأرضية بتاعته مكونة من نوعين من الإزاز، نوع إزاز يستحمل إنه يعدي عليه 2 لاعبين، والتاني ما يتحملش واحد حتى يعدي عليه، والنوعين شبه بعض جدا، ولازم اللاعبين يخمنوا الإزاز اللي بيستحمل ويمشوا عليه لحد ما يوصلوا الناحية التانية، واللي هيدوس على الإزاز الضعيف بيقع وبيموت. ومدة اللعبة 16 دقيقة.
والشخصيات بيكونوا قاعدين يتفرجوا من ورا الشاشات، واللي اختاروا الارقام الاولى هم اللي هيموتوا اسرع لانهم يعتمدوا على الحظ. وسيونج اخر واحد لما يجي دوره هيكون عارف اغلب البلاط القوي وبيبداوا اللعبه، ورقم واحد بيعدي اول بلاطه وبيدوس على التانية بتكون ضعيفه فبيقع وبيموت. وبعده رقم 2 بتاخد خطوتين عكس بعض وبتقع في البلاطة التانية، والتالت بيمشي بسرعة جدا وفي خامس بلاطة بيقع وبيموت، والباقيين خايفين لانهم لسه محفظوش الارقام والبلاطات. ورقم 4 بيعدي لكنه بيقع في أول بلاطة، وبيعدوا اللاعبين ببطء، وبيجي رقم 6 يقف ومش بيرضى يعدي، ورقم 7 بيجي يتخانق معاه علشان يخلصوا قبل الوقت ما يعدي فبيزقوا رقم 6 وبيموت اللاعب، وبيجي اللاعب اللي بعده وبيزق رقم 6 برضه وبيقع هو كمان وبيموت. وبيكملوا لعب وبيقع واحد ورا التاني لحد ما بيجي دور البلطجي وبيتخانق مع اللاعبين اللي وراه وبيبلطج عليهم وبيقول لهم مش هيعدي، واللي عاوز يعدي يتفضل يعدي قدامه. وبعد كده هانمي بتقوله تطلع قدامه فبتضحك عليه وبتمسكه من ظهره وبتقوله انها قالت له قبل كده موته هيبقى على ايديها هي، وبتقعوا معاها البلطجي وبيموتوا. وبعد البلطجي بيكون اللاعب رقم 13 وبيعرف يفرق بين نوعين الازاز لانه اشتغل 30 سنة في مصنع ازاز قبل كده، وبيعدي واللاعبين وراه، والقائد بيعرف انه قدر يفرق بين انواع الازاز فبيطفي الانوار علشان يعتمدوا على الحظ بس. وبعدها بيوصل اتصال للقائد ان في واحد من رجال الاعمال مضروب في الاوضه بتاعته وفاقد الوعي، وبيروح القائد يفتح المكان اللي بيخرج للجزيرة بره وبيشوف هوانج وهو بيهرب. وفي اللعبة بيخافوا يعدوا بعد ما النور انطفى لان اللاعب معرفش يفرق بين الازاز، والوقت قرب ينتهي وسانج بيجي من وراه يزقه فبيقع وبيموت. وبيعدي كانج وسانج وسيونج على اخر لحظة والبلاطات اللي فضلت بتتفجر. بعدها بيوصل اتصال للقائد بيعرف ان هوانج هرب لانهم لقيوا انبوبة اكسجين نقصت وبيأمرهم يحضروا القوارب علشان يروحوا وراه. وبعد كده بيفضل اخر 3 لاعبين سانج وسيونج وكانج، وبتكون القاعة فاضية ومرسوم على الحيطان الالعاب اللي لعبوها بس ما شافوهاش بسبب السراير اللي كانت محطوطة. وسيونج بيلوم صاحبه لانه زق الراجل وموته، فبيرد عليه سانج انه ما يهموش حاجة غير انه يفوز، وبيحتقر صاحبه لانه اناني. والمقنعين بيوصلوا بيهنوهم لوصولهم المرحلة النهائية للعبة ومحضرين ليهم مفاجأة، وكانج بتكون اتصابت من الازاز اللي انفجر على الجسر. وبنروح لهوانج وبنشوفه بيطلع فوق جبل علشان يجمع شبكة وبيكلم رئيسه في الشغل، ولسوء حظه ان معدات الغطس فيها اجهزة تعقب خلت القائد وصله بسهولة، وبيروح يحاصروه والقائد بيطلب منه يرمي السلاح ويسلمه التليفون. وهوانج بيرفض وبيضرب عليه اخر رصاصة معاه وبيصيبه في كتفه، فبيأمرهم القائد ما يضربوش نار عليه ابدا. ولما بيشيل القائد القناع بتاعه بينصدم هوانج ان القائد يبقى اخوه اللي جاي يدور عليه، وبيطلب من اخوه ينضم معاهم لكن هوانج بيرفض انه ينضم معاهم فبيقتل اخوه. وبنروح للاعبين والمفاجأة انهم محضرين لهم عشاء كبير، وبعد ما يخلصوا اكل بيسيبوا السكينة لكل واحد فيهم، وكل واحد قاعد ماسك السكينة وخايف ان التاني يجي يقتله. وسيونج بيروح لكانج وبيقول لها ما تخافيش انا هحميكي من سانج، وبيروح يقتل سانج لكن كانج بتمنعه، وبيكتشف بعدها ان كانج مصابة وبيطلب حد يساعدها، وبيتفاجئ لما بيلاقي العمال داخلين بتابوت وبيكون سيانج هو اللي قتل كانج بالسكينة، وبيقعد يزعق فيه وبيروح يضربه لكن العمال بيفرقوهم عن بعض، وبتزيد قيمة الجايزة بموت كانج. وبنيجي لآخر لعبة الحبار، وهتكون بين اخر 2 سيونج وسانج، وبيعملوا لهم قرعة مين الهجوم ومين الدفاع. وسيونج بيكون المهاجم، بيدخل اللاعبين لمكان اللعب ورجال الاعمال بيكونوا بيتفرجوا من وراء ازاز، والمقنع بيعرفهم التعليمات وبيقول لهم مسموح ان اي واحد فيكم يقتل التاني. وبتبدأ اللعبة. سيونج بيمسك في ايده رملة من الارض وبيخط برجل واحدة وبيرمي الرملة في عين سانج وبيدخل وسط الحبار وبيدوس على النقطة التانية وبيقول المفتش السري. وسيونج بيقول لسانج انه كان هيقتله بس هانج هي اللي منعته لكنه مش بيتأثر. واخر مرحلة سيونج لازم يوصل لراس الحبار علشان يفوز بس سانج بيمنعه وبيتخانقوا مع بعض، وسيونج بيوقع سانج على الارض بس مش بيهون عليه يقتله. وسيونج بيوصل لراس الحبار لكن بيرجع للحارس وبيقوله انه مستسلم ومش عاوز يكمل لعب، وسانج هيستسلم معاه، فبيبلغ القائد ان سيونج هينسحب وهيتنازل عن الفلوس، لكن بيتفاجئ بسيونج بيطعن نفسه، وقبل ما بيموت بيوصي سيونج على امه. وبتنتهي اللعبة وسيونج بيكسب وبيفوز بجائزة قيمتها 45 مليار و600 مليون وون. وبعدها القائد بيقعد مع سيونج وبيتكلم معاه وهما مغميين عينيه، وبيسألوا سيونج ليه بتعملوا كل ده. القائد بيقوله
انتوا مجرد أحصنة شبه سباق الخيل اللي انت بتحبه. وبعد كده بينيموه وبيرموه في الشارع، ولما بيفوق بيلاقي بطاقة بنك وبيحطها في آلة السحب وبيلاقي حسابه فيه الفلوس. وبعد كده بتقابله أم سيانج وبتسأله عن ابنها، بس مش بيقدر يحكي لها حاجة، وبيروح بيته وبيلاقي أمه ماتت. وبتعدي سنة بعد الأحداث دي وبنشوف سيونج عايش في حالة نفسية وحشة ومصرفش من الفلوس أي حاجة، ومدير البنك اللي سيونج حاطط فلوسه فيه طلب يتكلم معاه علشان يستثمر فلوسه، واتصدم المدير لما سيونج طلب منه 10,000 وون. وسيونج هو واحد من أهم عملائه، وبيروح يقعد لوحده بعد كده، وبياعة الورد بتديله وردة وبتمشي، وسيونج بيشوف كارت اللعبة موجود على الوردة ومكتوب فيها عنوان مكان يروح له والميعاد، وبيقرر يروح العنوان اللي في الكارت، وبيتصدم لما بيلاقي الراجل العجوز هناك ولسه ما ماتش، فبيكون هو اصلا صاحب اللعبة الحقيقي، والقائد المقنع هو المساعد بتاعه. وسيونج بيكون مصدوم ومش مصدق نفسه، فبيسأله ليه عملت كده، والعجوز بيقوله هرد على سؤالك لو لعبت معايا لعبة أخيرة، واللعبة إن في راجل نايم على الرصيف في البرد والناس بتعدي جنبه ومحدش بيروح يساعده. وبيراهن سيونج ان الراجل ده لو مات من غير ما حد يساعده وقتها هيفوز، ولو حد جه ساعده قبل نص الليل سيونج هو اللي هيفوز. وسيونج بيقوله لو خسرت هقتلك، ولو انا خسرت هنفذلك اللي انت عايزه. وقبل نص الليل بيجي راجل يقرب من المتسول وبيفتكر انه هيساعده، لكنه بيسيبه وبيمشي. والعجوز قال لسيونج انه طلب يقابله لما عرف انه مصرفش حاجة من فلوسه، وبيقوله انه ما كدبش عليه لما قاله انه مريض وعنده فعلا ورم في المخ، والسبب الاساسي في اللعبة ان هو واصحابه ما كانوش حاسين بمتعة بفلوسهم، علشان كده فكروا يعملوا اللعبة دي، وانهم ما اجبروش حد يلعب معاهم، وكلهم لعبوا بارادتهم. وقبل نص الليل بيقول لسيونج شكلك خسرت لان محدش مساعده، وبيشكره لانه احسن واحد لعب معاه وفكره بذكرياته، وبعدها بيموت. وقبل نص الليل بنشوف الشخص اللي ساب المتسول مشي وجاب الشرطة علشان يساعدوا الراجل. بعدها سيونج بيرجع لحياته الطبيعية وبيغير من شكله وبيصبغ شعره، وبيروح دار الرعاية عند اخو كانج وبيوديه لأم سانج علشان تربيه، وبيسيب لها شنطة وبيمشي، ولما بتفتحها بتلاقيها مليانة فلوس وفيها رسالة ان ده دين عليه، وسيونج بيرده. بعدها بيروح المطار علشان يسافر لبنته في أمريكا، وهو في المحطة بيشوف موظف في اللعبة بيلعب مع راجل نفس اللعبة اللي لعبها معاه، وبيفهم إن اللعبة هتبدأ تاني، وبيجري ورا الموظف لكن بيهرب منه، وبياخد الكارت من الراجل بالغصب، وبيتصل بالرقم اللي على الكارت، وبيرد عليه موظف بيطلب منه بياناته علشان اللعبة. سيونج بيقوله اسمه وإنه مش حصان علشان يراهنوا عليه، فالموظف بيعرفه بيناديه باللاعب رقم 456، وبيقول له نصيحة اركب الطيارة وسافر شوف بنتك واستمتعوا بالفلوس. بس سيونج بيقفل وبيقرر انه يرجع، وهنا بيخلص المسلسل. اشوفكم الفيديو الجاي.